السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى اموركم واحوالكم كلها تكون على خير ان شاء الله، ونلقاكم هذا الفيديو فرحانين وسعدانين وسانكسان كما القاعده وكما ديما. بنات الدراري، فيديو جديد ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا في العنوان العقار. بتقولي حسن رجعتي ثاني للعقار. الصراحه بزاف منكم، شكرا بزاف منكم اللي كيصيفطوا لي سواء في الواتساب سواء كيصيفطوا لي في تيك توك، تيطلع عليهم اللايف ديالي وكيقول لي حسن علاش ما بقيتيش كتحط لنا العقار ولا هذا. صراحه انا بعدت على العقار حقاش الصراحه ولا طالع واحد الاثمنه اللي ولاو طالعين الصراحه في مدينه اكادير، اللي صراحه اثمنه طالعين وبزاف بزاف بزاف. داكشي علاش حاولت نبعد راسي، قلت ربما يطيح هذا العقار، ربما يقدر ينقص ونرجعوا ليه، علاش لا. المهم ما عليناش. شكرا بزاف على الناس اللي كيسولوا فيا الله يخطيكم، والله يكبر بكم. الناس اللي كيصيفطوا ليا لي زابارتمون ديالهم وهذا، بزاف منكم اللي كتصيفطوا ليا مازال في النمره القديمه راه ما بقاتش عندي ديك النمره، حقاش بزاف تيقول حسن كنصيفطوا لك ولكن ما كتجاوبيش وما كديريش، راه ما بقاتش عندي ديك النمره. فاللي بغى تواصل معايا مع العائله تواصل معايا على هذه النمره اللي كاتبه لكم هنا في الواتساب، ولا تقدروا تواصلوا معنا في الانستغرام اللي هو حسنه ام ساره. ومرحبا بكم يا بنات. كما قلت لكم بعدت على العقار. صراحه انا بعدت شويه على القناه كامله، ولكن بزاف العقار حقاش هو اللي كنت كنعطي فيه بزاف بعد فيه، حقاش مدينه اكادير كما قلت لكم ولا فيها العقار اللي طالع والانتقادات انا اللي كناخذهم. مع العلم انا لا علاقه لي بالاثمنه، ديما كنقول لكم باللي انا لا علاقه لي بالاثمنه. انا كيجي عندي مول الدار ولا مولات الدار كتواصل معايا كتقول لي عندي واحد الدار ولا عندي واحد البقعه ولا عندي واحد ابارتومون للبيع، كتقول لي المعلومات، كتقول لي الثمن كيف عطاتو ليا كنحطو لكم، ما كنزيد ما كنقص، يعني داكشي اللي عطاتني كنحطو لكم. ولكن الانتقادات صراحه كناخذهم انايا، واخا انا ما صراحه انا الانتقادات عندي ما كيضرونيش، ما كيحركوا فيا حتى شي حاجه، مي صافي تفاديا، حقاش انا الاثمنه لو انني انا بغيت ناخذ ما نكونش راضيه عليهم بصراحه الله. داكشي علاش بعدت عليهم. ودابا كاينه واحد لابارتومون ديال الرهينه، سمحوا لي، بارتما ديال الرهينه بلا كرا كما كتشوفوا معايا في العنوان. بارتما رهينه في مدينه اكادير، بالضبط في التشيره الجديده، واقيلا كما كيقولوا لي التشيره الجديده، في اقامه الضفاف. وما لا يعرف اقامه الضفاف تبارك الله ما شاء الله بزاف منكم اللي تبعتوني على اقامه الضفاف، وتقريبا تعرفت فيها بزاف، يعني على دوك اقامه الضفاف راه معروفين دابا. كاينه ابارتمون تما صراحه لابارتمون نقيه زويونه، تقريبا الكوزينه مجهزه من كل شيء. صراحه هاد لابارتمون هادي تليق للناس اللي يلاه بادين حياتهم، شي كوبل يلاه تزوج يلاه بيقول بسم الله، تليق ليهم الصراحه، حقاش كما قلت لكم الكوزينه مجهزه، فيها البلاك، فيها البوطه، فيها ماكينه الصابون اوتوماتيك، فيها الشوفو، مهم مجهزه، فيها ثلاجه، يعني كوزينه مجهزه بالنسبه لي كوبل يلاه بادين يعني يلاه مقاتلين مع الوقت. زوينه يلقى الكوزينه مجهزه راه مزيانه، يعني مجهزه، وفيها بيت وصالون. بيت بالبالكو، الكوزينه بالبالكو والبيت بالبالكو والصالون فيه الشرجم. واحد البيت غيكون مسدود، هو لابارتمون راه فيها جوج نتاع البيوت وصالون، ولكن واحد البيت مولات الدار بغات تسدو باش تحط فيه الاغراض ديالها، الفراش ديال داك البيت الاخر والفراش ديال البيت النعاسيره، المهم تحط فيه الاغراض ديالو، يعني بيكون مسدود. البيت الصغيور بيكون مسدود، يعني بيبقى لكم بيت النعاس بالبالكون، وبتبقى الكوزينه مجهزه كلشي بالبالكون، والصالون اكيد ودوش وطواليت اللي كبيرين كما تشوفوا معايا في التصاور، حقاش مرات التصيفطات لي التصاورات باش نبارطاجيهم معكم. بالنسبه لهاد لابارتمون كاينه في الكاتريام ايطاج. راكم عارفين الاقامه راه فيها زعما سيكوريتي تاع الليل وفيها ديال النهار، يعني لي زابارتمون اللي مامنين وزوينين والكالم. وبالنسبه للاقامه عائليه 100%، يعني ما فيهمش صداع ولا شي حاجه. الناس اللي ساكنين تما راه عارفين هادشي، ولا الناس اللي عارفين المنطقه راه عارفين هادشي. وجات في واحد الموقع اللي زوين قريب لك كلشي، ترونسبور كاين حداك القهاوي، حداك الجامع، المدارس، الفارماسيان، يعني البنكات، يعني اي حاجه كتحتاجوها في نهاركم راه كاين حداكم، يعني متوفر حداكم. موقع اللي واعر، راه الناس عارفين هادشي، الناس اللي عارفين ديك المنطقه راه تكونوا عارفين بلي الموقع صراحه زوين نتاع ضيفه. حتى لابارتمون نقيه كما قلت لكم، وتا داكشي اللي فيها ماكينه الصابون والشوفو داكشي راه باقي جديد، باقي يعني السيده يلا خدات داكشي استعملاتو وصافي، استعملاتو شي ما تقلال، وقالت لها ماما ما تبقاش شاده ديك ابارتمون، وترهنها وبغا ترهنها مده عام.
بالنسبه للثمن ديال الرهينه وكلشي غتعرفوه معايا في الوسط ديال الفيديو. خليكم باش تشوفوا بعد التصويرات باش ما نقوش عليكم الهضره، خليكم باش تشوفوا التصويرات ومرحبا. بسم الله غادي نبداو. هذه هي الكوزينه كما كتشوفوا فيها البلاكارات ما شاء الله من الفوق ومن التحت والثلاجه. المهم كما قلت لكم الكوزينه غتبقى مجهزه بالماء ديالها كما كتشوفوا، بالفران بالبوطه بالثلاجه بالماكينه الصابون بالشوفو بكل شيء. والكوزينه ما شاء الله راه مشمشه، الدار كلها اصلا مهويه ومشمشه. بالنسبه راه الكوزينه فيها البالكون بالنسبه للناس اللي بغاو ينشروا ولا هذا، وفيها في البالكون كاينه ماكينه الصابون والشوفو. هانتوما راه باينه لكم هنا الكوزينه راه بالباب ديالها، يعني كتسد الكوزينه، وتا البالكون راه بالباب ديالو كتجي على هذا الشكل. كما قلت لكم الدار كلها راه باقا جديده وباقا نقيه. هنا غادي ندوزو لبيت النعاس. بالنسبه لبيت النعاس كما قلت لكم هو هذا راه كبير زعما متيسع بيت النعاس. من مولات الدار راه غتعطيه لكم بلا فراش، يعني هي تحيد الناموسيه ديالتها غادي تسد كما قلت لكم غتسد على الفراش ديالها فواحد البيت. وهنايا راه كاين كما قلت لكم كاين البالكون في هذا بيت النعاس راه فيه بالكون. هنا غادي ندوزو للدوش. الدوش راه كبير حتى هو ما شاء الله متيسع، وفيه لافابو فيه لاشاص اعزكم الله، وفيه البلاصه فين كتقدروا تدوشوا. بالنسبه للثمن ديال الرهينه 8 المليون مده عام. 8 المليون البنات اولاد الرجال، 8 المليون هو ثمن ديال الرهينه ديال هاد لابارتومون هادي. اكيد اللي مهتم بها فمرحبا والف مرحبا. ما عليه الا يتواصل معنا في الواتساب ونعطيه ديك الساعه النمره ديال مولات الدار ويكون حبايبي. هذه هي لابارتومون كما شفتوا معنا في هذه هي لابارتومون كما شفتوا معايا في هاد التصويرات ولا في هذا الفيديو هذا. كما قلت لكم لابارتومون نقيه. انا حطيت لكم تصويرات فيهم الفراش بحال بيت النعاس مفراش. هذا راه هي بيت النعاس تعطي لكم بلا فراش كما قلت لكم، والبيت والصالون حتى هو راه ما مفرش، يعني هي الكوزينه اللي مجهزه. والبيت الصغيور قلت لكم راه بيبقى مسدود باش كتقدر تحط فيه هي زعما حويجه غتسد على حويجتها تما. كنتمنى نكون شرحت لكم كلشي ووضحت لكم. كما نعاود نذكركم بلي هذه رهينه بلا كرا، ما فيهاش الكرا، يعني كتخلصي تحطي لها ديك 8 المليون مده عام. نهار كتكون خارج، نهار كتبغي تخرج، كتبغي تمشي لدارك ولا كتبغي ترحل من عندها راه كترد لك الفليسات ديالك اكيد. فاللي مهتم بها ما عليكم الا تواصلوا معايا على هذه النمره هذه اللي كاتبه لكم هنايا. هي من الافضل تكون عائله، يكون كوبل هكا. المهم تكون عائله مراه وراجل وراكم فهمتوني. من الاحسن حقاش كما قلت لكم الاقامه عائليه، ما يبغيوش الدراري بوحدهم وما يبغيوش البنات بوحدهم. فاللي مهتم بها يتواصل معنا على هذه النمره في الواتساب، وديك الساعه نقدر نعطيكم النمره ديال مولات الدار اكيد اللي تقدروا تواصلوا معاها. ومرحبا بكم. ونتمنى نكون فدتكم بهذا الفيديو بشويه. واكيد اللي عنده نعاود نقول لكم اللي عنده لي زابارتومون اللي كرا ولا الرهينه ولا اللي كانت عنده شي دار ولا شي حاجه بثمن اللي معقول، علاش لا، مرحبا تواصلوا معنا في الخاص. ومرحبا بالجميع. وصافي هنا نختم الفيديو ديالي وغنقول لكم السلام عليكم. عسيري في هذا الفيديو جاني في شكل حقاش شحال دابا درت لكم بحال هذا الفيديو والله الا نسيت، ما باقيش عرفت كاع كيفاش نهضر. فغاسمحوا لي وقبلوا عليا كيف ما جا هذا الفيديو. ومرحبا بكم.